عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، كل سنه وانتم طيبين. الحلقه النهارده جامده قوي قوي. معايا بنتين عاملين زي القطط، عينيهم خضراء، هم بيخربشوا. بس النهارده الحلقه بتتكلم على الصراحه، بس انا من رايي النهارده الحلقه هتتكلم على التناكه. معايا الاعلاميه والجميله والحلوه قوي، اسمع لها سقفه كبيره قوي. ريهام سعيد، سقفه كبيره. ومعايا البنت الشقيه، قصدي القطه الشقيه، سقفوا لها سقفه كبيره. ريم البارودي، سقفه كبيره قوي. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب يا سعد. رمضان كريم عليكي. الله اكرم. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. رمضان كريم عليكم. لا نبدا ونتكلم بصراحه. اوكي. تبقى صريحه. انت عارفني. بصريحه، الفنان لما بيكبر بيتنك على الناس. لا، عمر الفنان ما يتنك على الناس. ازاي؟ يعني عمره يعني ولا وهو صغير ولا هو كبير. يعني انت يتنك ما ازاي؟ بتتنكيش على حد خالص؟ لا. يعني بتقابلي الناس في الشارع تسلم عليهم عادي اكيد. وبترد على التليفونات؟ لما بكون بشتغل او بصور ما بردش على كل التليفونات يعني. بس انا عارف ان انت ما بترديش على اي حد. طبيعي، لانك انت بتصور طول اليوم، يعني اليوم فيه 24 ساعه. لا غير التصوير، يعني انت بتصوري السنه كلها. مالك يا سعد؟ لا انا البرنامج النهارده بصراحه، البرنامج النهارده بصراحه انت يعني انا عارف انت بترديش على الصحفيين، هل واخده موقف معاهم ولا؟ لا خالص، بالعكس برد. عندي صحفيين صحابي، بس عندي حد ماسك شغلي. بس برد على معظم صحفيين صحابي اللي انا عارفاهم. بس انت هترد على مين ولا مين ولا مين؟ ريهام سعيد، الفنان لما بيكبر ويبقى نجم بيتنك على الناس؟ لا، لو كنت بتعتبر ان عزة النفس او الاحساس بالنجاح تناكة يبقى يعني ايه عزة نفس؟ يعني اذا كان الواحد يحس باهميته او ان هو ناجح فانت تفهمها انها تناكة او غرور، يبقى من حق اي حد ان هو يحس انه نجم. الاهميه اللي الناس اديتها له يبعد عن الناس؟ لا مش بعد عن الناس، بس هو غصب عنك، هي ناس شايفاك بعيد. الناس كلها بصراحه، ومش انا يعني، الناس كتير بيقولوا انت تنكه، دي حقيقي؟ يعني حتى لو مش مهم. ازاي؟ يعني انت مثلا بتقابلي ناس يعني لو سلمتي اوروفوار اوروفوار كده. لا، هو انت كإنسان طبيعي مطلوب منك ان انت، يعني انت لما بتدخل على عزومة كبيرة شوية بتشاور من بعيد وتقول اهلا وسهلا. بتكسل تسلم على كل حد. تخيل بقى انت داخل حتة كل الناس عارفاك، هتسلم على كل الناس، ولو ما عملتش كده تبقى انت تنك. انت بتعملي كده مع الفنانين وزمايلك زي ما بتعاملي الناس بره نفس المعامله برضو؟ لا، يمكن انا مش اجتماعية لكن انا بقول لك انا ما بيهمنيش رأي حد فيا بصراحة. ايه اكتر اشاعه ضايقتك؟ حسيت ان ايه ده انتوا بتعملوا فيا ليه كده؟ مش انا كده. ما عنديش يعني اشاعات. ما فيش اشاعات ضايقتك خالص؟ لا، كلها اشاعات على سنة الله ورسوله. جواز ريم بارودي من مطرب معروف او ملحن معروف، مش لازم ده. انت ما اتضايقتيش؟ ليه انتوا بتعملوا معايا ليه كده؟ اشمعنى انا او لا، ليه ما الموضوع اتضايقتش. كذب او ما طلعتيش اتكلمتي؟ لا، اتكلمنا بعد كده يعني، ووضحنا لان احنا هو من اعز اصحابي يعني. وضحنا ان مفيش ارتباط. بس ما ضايقتش يعني، مش حاجه تضايقني يعني. اكتر اشاعه ضايقتك ايه؟ لا، طلعت عليا اشاعات كتير جدا جدا. ايه اللي ضايقتك وممكن تعيطي منها او تقولي انا اتظلمت؟ ليه عملتوا معايا كده؟ لا، اعيط ما بعيطش عشان ما بقاش كذابه، يعني ما بعيطش. سوري، يعني ليه ليه؟ عيط ليه يعني؟ ما هو كلام عبيط، مش حقيقي يعني كلام ما يخليكي، لكن انت لو حاجه تعبتك بتعيطي عادي زينا. ايه زينا دي يعني؟ ما بتعيطيش خالص حضرتك؟ مش فاهمه من كوكب تاني. يعني لو حد توفى برضه ما بتعيطيش؟ يعني دي حاجات انسانيه، لكن انا هقرا جورنان خبر فاقعد اعيط؟ لا حد لا قدر الله حد، يعني انت بتقولي لا ما بعيطش خالص حضرتك؟ لا، ما عيطش على اشاعات. بتقولي ايه الاشاعه اللي سمعتيها وعيطتي؟ لا، ما بعيطش من اشاعات يعني. عيط لا، بروح مكلمه المحامي، بفكر ازاي ابهدل اللي عمل كده، اخد حقي ازاي، لكن ما بعيطش يعني. طب ولا اشاعه يعني؟ طب لا، في اشاعات كتير قوي. اشاعه اتجوزت صاحب قناه، واشاعه تانية خدت شبكه من واحد، واشاعه تالتة، مليون اشاعه. ايه موضوع الشبكه ده؟ ده انا كنت مخطوبه لواحد وخدت منه شبكه ب500,000 جنيه. ده حقيقي؟ طبعا، شايف الشبكات اديني 250 منهم. ريهام، انا بتكلم بجد. والشبكه ب500,000 جنيه دي تبقى عامله ازاي؟ مش عارف. ما بتحسيش؟ ما حدش قالك ان انت تنكه؟ ايش دخل؟ لا. لا انا بتكلم بجد، ما حدش قالك ان انت تنكه؟ بص، انا ساكته اه عشان موصيني وانا داخله
ان هم عايزين يكملوا البرنامج معاك، ما تكملي حضرتك. وان في ضيوف بيقولوا لهم كمان ان انا المذيع عشان يرضوا يجوا. لا والله. امم اه. مم. ف يعني فهم انا جايه بنقذ موقف مش اكتر. فاصل ونعود مع ريم البارودي ورهام سعيد. ايه بقى مش هينفع مذيع وانت ايه الجمل اللي انت حضرتك كنت لا انت قاعد تقول يا تنكا قدام الناس، انت بتشتمني قدام الناس. انا ما بقولش تنكا، بقول لك وهشيلها على فكره المونتاج. بيقول لا تشيل المونتاج وانت حضرتك اللي ماسكه البرنامج حضرتك. لا انا مش ماسكه البرنامج، انا جايه وقايله لاحمد هي عشان فرماوي قناه وقايله النهار لكل تبعك الناس ان انا لا اي لا كلمه مش هتعجبني هي انا مش عشان واثقه قناه فيك النهار كمذيع. طبعا. يعني تشيليه حضرتك؟ انا مش واثقه سعد فيك كمذيع. انا ما قلتش حاجه، استني بس. انا مش واثقه ان انت تقدر تدير حوار. انا بشوفك بترقص ما بتغني كنتيش جيتي تديري بتطبل، حوار، انت لكن ما كنتيش تبقاش جيتي مذيع. انا تديري جيت عشان حوار. انقذ المكان اللي انا بتكلم مكان يعني اللي انا إيه؟ بشتغل فيه، انت طلبوا ما مني تقدريش خدمه فانا بعمله. ما ينفعش تعيني مونتاج ولا ما ينفعش حضرتك. سعد ده عشان سعد كده بقول لك انت تنكا. سعد عشان سعد كده مش مش دخلت تنكا تدخل وبعدين؟ الاشاعات. سعد انا بكلمك على فكره. استنى يا استاذ، يعني انت تمام يعني مش تنكا. انا كل حاجه اتفاجئت بيها. روي يعني لما برنامج تقول لواحد وبعدين انت ما اكتشفت تنفعش تبقى مذيع يبقى مش وبعدين طبعا مع تنكا. احترامي مع ريم بس هتطلعي لوحدك، وبعدين لقيت ضيفه تانية. يعني كل الحكايه مفاجاه بالنسبه لي. فخلص الحكايه. ماشي يا فندم ماشي. انا فعلا ده انا لازم ابقى رخم بجد بقى، مش بس انا عايز اسالك على نفسك، رخم على نفسك. اوكي ماشي اوكي. يلا صلي بالك ايه من الفاصل. طب قولوا لاحمد الهواري يقول له حاجه في الاير مش بيس دخلت عشان تدخل مش في عارف الاشاعات. حاجة. يلا يا استاذ. اول مره اشوفك كده في حياتي. ريم، ايه موضوع مسلسل شك؟ طالعه بطله، طالعه ايه دورك؟ ايه السؤال؟ طالعه ايه في الشبكه؟ الشبكه؟ اه ايه الشبكه دي؟ الشبكه بتاعت الفيلم. طب تاني بقى تاني. يلا يا استاذ. يعني ضحكت اهو. قلت لكم يا جماعه. يا لا وتقول لك يلا يا استاذ. انت مش مركز يا سعد، ده واقع وسط اتنين امارات. ما هي يا استاذ لما تغلط فيا وانت ساكت يا استاذ عادي كده يعني. شغلها دلوقتي. هي كل كلمه بتحطها ليه؟ ماشي يا أستاذ. هو ما توصلش على موضوع التناكر. على فكره عايز اقول لك انا اشهر من البرنامج بتاعك. اشهر من ايه؟ من البرنامج بتاعك. بايه؟ ما هو المهم تبقى باي مشهور حاجه. بايه؟ بمحبه الناس. لا يعني تبقى مشهور بالخير ولا مشهور بالرقص ولا حمدي. مشهور بالراس باي تاني حاجه. ولا مشهور باي حاجه. بإيه؟ مشهور بالحمار باي حاجه. بالظبط. يلا هنعمل حلقه ان شاء الله. يلا زي ريم الفل يلا ريم يلا 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 يا استاذ جاهزين. يلا. يلا عشان الاستاذ عنده اكل عيش. يلا عشان نخلص يلا يلا. طبلي لا طبلي يا ريم يلا طبلي. لا طبلي عادي والله عادي. لا يلا عادي مفيش مشكله عادي. لا ده انا مش عارفه يلا يا جماعه يلا يلا عشان احنا من الساعه 6 تقريبا والله العظيم. يلا يا استاذ. يلا صلي. طب ساعد بعد اذنك بس نزل ايدك ساعد بعد اذنك. نازل ايديك واقفل رجليك. ده بجد. مفيش طبلي، مذيع طبلي، يقعد طبلي. كده بجد. التريقه يا ريم التريقه. ثانيه واحده يا جماعه والنبي. براحتي بقى هم لا جايبيني كده عشان ارحم. هم جايبيني عشان انا نجم والله. بتضحك على ايه؟ جايبينك عشان انت نجم. طب انت نجم يا حبيبي. انا قلت حاجه نكته. انا كلمتك حضرتك. مش مصدقك. خير الله ما جاله. يلا يا استاذ يلا يا استاذ. ريم ممكن تكلمينا على المسلسلات اللي بتذاع دلوقتي؟ ايه الكواليس اللي كانت في المسلسل ايه؟ بعمل مسلسل الشك ده من اروع الكواليس اللي اشتغلت فيها لانها فيها كوكبه كبيره من النجوم. كلنا معاكي- بنكمل بعض. معاكي مين ومين؟ مي عز الدين، ريهام سعيد. يعني هي معاكي في المسلسل. قلتي لي بقى كملي. ما تقابلناش على فكره. عادي ما تقابلناش على بس فكرة. معاكي انا في لسه ما المسلسل. كملتش على فكره. اتفضلي حضرتك. بس معاكي يعني انتوا مع بعض في مسلسل استاذ عادي؟ راغده واستاذ حسين فهمي واستاذ مكسيم خليل واستاذ نضال الشافعي. كوكبه كبيره جدا كلنا بنكمل بعض. يمكن ما تقابلناش فعلا زي ما ريم بتقول، بس من احلى كواليس. ويمكن ممكن تسالها ان استاذ محمد النقلي اصلا مخرج كبير. يعني من احلى الكواليس المسلسلات بتبقى مع استاذ محمد النقلي. وفي العقرب مع منذر ريحنا واستاذ نادر جلال. اسالك سؤال. في مشاهد بتبقوا مع بعضكم فيها؟ من حظي الوحش. ما فيش ولا لا من حظي من حظك الوحش؟ اه. ليه؟ ليه حظك وحش ليه؟ لانها اعلاميه كبيره ومحترمه واصلا هي ممثله كمان. يعني هي كانت هتعليكي لو في مشاهد معاكي؟ تعليني في مشاهد معاه اكيد. لما بيبقى اتنين ممثلين كويسين بيعلوا بعض اكيد طبعا.
يسعدني ان انا انا اشتغل سؤالي معاه. واضح، انا ماليش دعوه بيك. هي طيب بالراحه كريهام سعيد، ريهام سعيد هي معاكي لو عملت مسلسل، هقول لك حاجه تانية، سيبك سيبك من السؤال ده. ماشي. ريهام سعيد هنعمل فيلم مع بعضينا، وجم قالوا لك ريهام سعيد معاكي، انت تحسي ان ريهام سعيد هتعليكي في الفيلم؟ طبعا هتعليكي طبعا. بمنتهى الصراحه، بمنتهى الصراحه، وما تكذبيش. عرض عليكي فيلم وقالوا لك معاكي ريم البارودي ومنى فضالي، تختاري مين فيهم؟ لا بص، مش هختار فيهم، بس انا اختلف مع ريم. انا يعني بشكرها طبعا على اللي قالته، بس انا ما بيفرقش. بتضحكوا على ايه يا جماعه؟ لا بجد ما بيفرقش مين قدامي يعني. لا ما انا سؤالي واضح برضو انتوا كمان عشان ما ايه. انا استاذ احمد لا السبكي. يعني انا لما قبلت ورق الشك ما سالتش مين اللي بيعمل الادوار لا انا دي. بكلم حضرتك، ازيك يا استاذه، عامله ايه، اخبارك؟ انا احمد السبكي في فيلم وانت البطله، اجيب لك ريم ولا منى فضالي؟ مش هسال مين، انا بحس ان ده المنتج حضرتك بيسالك ممثلة اجاب مين. مجتهدة، هو لازم واحد، هو دور واحد، لا ريم لا منى فضالي. اشمعنى منى ما فضالي حضرتك طيب؟ ما تروحيش، هو هي مطلوبه طيب ماشي. تاخدي ريم ولا تاخدي منى فضالي؟ بس سؤال واضح. ما حركتك بعرفش أنا. اكذب قوي يعني. طب ما تعرفيش تكذبي، قولي الصراحه، وانا عارف. انا بص، رغم ان انا بهاجمك انا عارف ان انت صريحه وحد بتاع ربنا، وعايز لا اقول لك بص، حاجه. انا الصراحة ان الاتنين بيقولوا عليهم عصبيين في اللوكيشن، فما بعرفش اشتغل مع حد عصبي يعني ولا ده ولا ده. يعني ريم بتتخانق مع ناس كتير في اللوكيشن، ده معروف عنها. لكن لا مش معروف، هي كانت ميسرة ومش عارفة طب مين. بتخانق ليه كتير يعني؟ عشان هقول لك دلوقتي، خناقة هقول مع لك. لا انا زميلة. بخاف لما بلاقي زميلة اتخانقت مع زميلة بس مش خناقات كتير بقى، انا عصبيه جدا، عصبيه ما 7 عشان شهور كده وعصبيه جدا. بيقولوا انك عصبية بكسر جدا. على طول. انا بخاف ان مثلا تتضايق في حاجة او لازم بتاع، اضرب اللي قدامي. ما اقدرش استحمل خناق في لوكيشن يعني، فاهم؟ يعني شخصية الممثل عندي اهم من ان هو حضرتك يبقى هتجيبي خناق. السي في بتاعه بقى قبل ما تمثلي ولا ايه؟ لا بجد ما بهزرش يا يعني. استاذ محمد النوع اللي بيبقى صعب قوي معروف- وعصبي، اشتغلتي معاه ازاي؟ بيبقى معروف على الناس. لا بس استاذ محمد لما بيزعق هزار، اه لكن في ناس بتزعق بجد. عشان خاطري انا احمد سبكي بقول لك ريم كلمتني ونفسها تبقى معاكي، هتاخديها ولا لا؟ انت جاي توقع بينا يعني انا النهاردة؟ بتكلم صريحه، انا عارف عشان كده انت صريحه. ايوه بس انا مش عايزاها تزعل مني لا يعني. لا صريحه، تزعل من لا لا ايه؟ انا ما بزعلش. الحلقه بتاعتنا اسمها الصراحه، هتكدبي ليه حضرتك؟ هو برنامج قولي اسمه الصراحة. مش كذب ولا حاجه يعني. انا ما بيفرقش معايا ريم البارود تعالي ريهام سعيد ولا لا؟ لا ريهام سعيد عاليه بريهام سعيد. ده واضح قوي. يعني بلاها ريم البارودي، لا دي حقيقه. بلاها ريم لا البارودي. هو انت لما بتعمل مع حد بيعليك يعني. هي لو هي بتعمل شك دلوقتي فنانه راغده او حسين فهمي معلينها، لا في حاجه، هي عاليه بشغلها. انا المسلسلات حاجه والافلام حاجه. يعني انا لما اجي بعمل فيلم يروح عم احمد سبكي يقول لي انا هجيب حد يسندك او يعليك. لا انا ما فيش حد بيسندني. ما انا بطلع، انا عندي جمهوري لوحدي. حتى لو معتمده على الاعلام في نجاحي، انا عندي جمهوري لوحدي. يعني عملت فيلم ما فيش حد بيسندني. مش هجيب ريم البارودي. طب مين غير ريم البارودي؟ يعني هقول لك كتف وقف كتفك. ما قالت لك يا عم مش حد خلاص. فاصل ونعود مع ريم البارودي وريهام سعيد. هنلعب لعبة ظريفة كده برضو اسمها الصراحة. واللي فات ده كان ايه؟ بواخه. أنا مش عارف أقول لكم إيه من الحلقة كده، مش عارف. هنلعب لعبة يا جماعة، لعبة جميلة أوي اسمها لعبة الصراحة. اللعبة دي بتوقف أنتوا تقولوا ولا لأ. اللعبة دي هتخصم منك 10000 جنيه من أجرك، وأنت 10000 جنيه. اللي هيكسب فيكم مش هيدفع ال 10000 جنيه، اللي هيخسر فيكم هناخد 10000 جنيه. ممكن نوديهم جمعيه خيريه، ممكن نوديهم عندي في الجامع لاي حاجه. المهم ان في 10000 جنيه هيروحوا في اي حته. متفقه تلعبي؟ بس انا مش واخده اجر اصلا. حاجات بلاش حضرتك، وفي ما تدفعش، ادفعي من جيبك حضرتك. انت مبسوطه؟ اتجوزتي عرف قبل كده؟ لا اتجوزتي عرف قبل كده؟ مش فاكره. مش فاكره؟ يعني مش فاكره؟ يعني اتجوزتي مره مش فاكره حاجه اكذب، مش فاكره. حاولي تفكري عشان ما تخسري خلصت عشان كتير اصلي. لا ما انا عارف فضل ربنا، انت اتجوزتي كتير، عارفه سنه الله ورسوله. ما بسبق لك عشان ما اليومين دول ما بتحبيش، مش معجبه بحد؟ دي لعبه الصراحه اه بجد؟ اه لا خالص. اي نظرات، اي حاجه من اي حد قريب كده نظرات. خالص؟ لو دورت في التليفون بتاعك دلوقتي ومسكته مش هتلاقيه كاتبه حبيب قلبي؟ متاكده؟ يعني ممكن اخد التليفون بتاعك واشوفه؟ خده. ايه عايز ايه؟ تمسك تليفوني؟
لا بسالك، لا مش همسكه، انت بسالك يعني. حبيب قلبي حبيب بلدي قلبي قوي يا سعد. روحي بلدي قوي يا سعد. بلدي. ما انا عشان من شبرا. يكتبوا بيبي ماي لاف حبيب قلبي دي. شمس البارودي تقرب لك؟ مم. طلعت وشتمت فيها ليه؟ لا 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 عفو، ما اقدرش، ايه الكلام ده؟ ده اشاعه. ايه وانت هتقعد بقى تجيب الاشاعات تقعد تسالني ما فيها انا ولا ايه؟ بسالك، مش انا فاهمة. بسالك بس عشان نبين لا للناس. طبعا، ايه الكلام ده؟ ما حصلش خالص. طبعا دي اول حد بيبارك لي على شغلي واول حد بيكلمني يسال عليا، وازاي يعني؟ مش ريم ما البارودي اول واحده بتقولكيش قالت ان انت خالص لازم ان هو تعتذري؟ حرام ولا اي حاجه خالص بالعكس. لا خالص؟ لا خالص، مفيش اي حرام ولا الكلام ده. ما بتطلعش خالص تقولك ان التمثيل حرام لا او كنت لازم عامله مسلسل مع تعتزلي؟ استاذ حسن يوسف، بالعكس كنت بتفرج على مشاهد ومبسوطه جدا من الشغل خالص. هي مش نفس دايما اللي الصوره اللي هي بيتحجج- الاعلام بيطلعها بيها نهائي يعني. بدليل ان استاذ حسن بيشتغل وعمر حسن يوسف بيشتغل. بس بنتها لا. بنتها في مجال تاني خالص ملوش دعوه بالفن. انا بشوفك بصراحه، أصل انا قاعد تيجي حضرتك تقعد هنا. لا لا اصل يعني انا اعرف مدام شمسة عن قرب، يعني عارفه انها محرمه الفن للستات. حضرتك تعرفيها يعني. عن قرب؟ وعارفة إن لانها حضرتك- بنتها كانت معايا في جامعه امريكيه نفس دفعتي. نريمان مم. شايفاها يعني ماشي. لا بجد كنا بنروح لها البيت وبنقعد معاها، كانت بتقول ان الفن مش صح. ريم، مشكله ميسره خلصت على ايه؟ لا لا انا مش جايه اتكلم في مشاكل واتكلم في الحاجات اللي قلتيها أنا بقول لها خالص. بالعكس. لا 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 ليه يعني؟ لا انا جاي قالوا لي برنامج لطيف ما كده ده لطيف، وبتاع. ده لا أنا ده بقول- ما فيهوش اي مكون لطافه. فين اللطافه؟ لا لا حوار صريح جدا، ده نبقى ناجله بعدين. ده انا بقول لك مشكلتك لا عملت لا لا إيه؟ لا 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 حضرتك بتصور. لا 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 ما تصورش يا استاذ، استنى ما تصورش يا لا لا أستاذ. مش هتكلم في ميسره واحمد سعد والكلام ده. لا 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 إيه كده عيب. إيه اللي جاب حمدي لا لا مش عايزه ليه بس؟ اتكلم سعد ليه؟ كده بتنرفزني ده قوي. انا بقول لك ميسره. لا 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 بس انا صالحته ميسره على يعني؟ فكره استضفتها واتكلمت قبل كده عادي. حضرتك خليكي في حالك معلش. لا بجد والله. لا معلش معلش. ايه خليكي في حالك؟ لا معلش خليكي في حالك. ايه خليكي في حالك؟ معلش خليكي في حالك. لا اصل ميسره بتتكلم عادي عن الموضوع عشان هي مش غلطانه بس. طب حضرتك انا بقول لحضرتك خليكي في حالك. طب ما انا في حالي، انا بقول طيب ما حضرتك بقول لك انا باجي بتكلم بقول انا بالنيابه عن عايزه اتكلم في ايه ميسره واتكلم وبقول ما لك ان هي اتكلمش مش في ايه. لا غلطانه، اظن ده ما يضايقكيش. فبتتكلم عادي. يعني بتتكلم عادي عن المشكله عشان هي مش غلطانه. ده يوم لطيف قوي. اكيد يعني اللي مقلق هو اللي غلطان. يا ستي انا غلطانه جدا على فكره. خلاص عشان نخلص ماشي. الحلقه، مش كل شويه ستوب يا ستوب ريت. ستوب، عايزين نروح. انا كمان عايزه اخلص الحلقه على طيب فكره. عايزين نخلصها دي تاني ده مره او آخر تالت مره حاجة؟ تقولي ستوب. كلمينا. لا هنقعد للصبح بقى على فكره، انا حره. لا ما عندناش وقت بقى، اقعدي لوحدك يعني. يا ريت طيب حقيقي والله. والله ما يعني. خلصونا. برضه ما قلتلناش ميسره خلصت على ايه؟ اتصالحتوا؟ إيه القضيه اتقفلت؟ ايه بس فيش حاجه. سؤال ده سؤال عادي عشان المشاهدين يعرفوا ايه الموضوع. انا مش حوار صريح زي ما انت اتريقت علينا كده، حوار صريح جدا. انا بسالك سؤال عادي. والله اتصالحنا ومفيش حاجه واحنا اخوات. ده لو انت من هنا ابيض، مش من هنا ابيض لا هتقولي انا لي. مش من هنا ابيض، انا هنا اسود جدا. هي ميسره كانت معاكي في البرنامج وقالت ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، قالت انهم تعدوا على بعض في المسرح ومسجات شتيمه ومش عارفه ايه، وراحت عملت بيها محضر مين كل واحد غلطان؟ خد شهر حبس. انت كحد قلبك طيب، حسيتي مين اللي غلطان وهي بتحكي لك ميسره؟ لا انا حسيت انها طيبه جدا لانها فتحت قلبها واتكلمت. ماشي يلا. ورجعنا تاني مع البنتين الشقيين قطط زي ما انتم شايفين كده. هم بيقولوا ان انا ما ينفعش ابقى مذيع، فانا يا جماعه استسمحكم كده لمده دقيقتين اشوف المذيع يعني بيبقى عامل ازاي، امور جميل. فاستاذ ارهام تيجي انت مذيعه حضرتك ولا هتيجي انت حضرتك؟ تاجي انت يا ريم انت مذيعه وانا هاجي مكانك هنا وحاولي تسالي. تيجي انت مذيعه؟ اتفضلي حضرتك. بس كوبايتي بعد اذن حضرتك كده. ورينا بقى الاسئله هتبقى عامله ازاي والموضوع. على اسأليني. فكرة زي ما انتوا عارفين كل حاجة قلناها على ريم طبعا ومع ريم مش حقيقية. أنا مذيعة البرنامج مش سعد، وكنا بنحاول انا قلت لا انا قلت لا ده انت روحي حبيب قلبي، ده انت روحي. انا قلت انها لذيذه وقايله لك انها ده عملت لذيذه. شغل تقولي ده لذيذه وانا اقول لها لا لذيذة. انا قلت لك في حاجه غريبه كنا والله. عايزين نثبت من الحلقة ان ممكن يبقوا اتنين عارفين بعض كويس وواحدة بس مجرد تغلس او تقول كلام مش حقيقي او تستفز اللي قدامها يعني اي حاجة ممكن تضايق اللي قدامك تخلي اللي قدامك يقلب عليك على طول. لكن لو احنا في حوار وفي تسامح وفي قلب كده شفاف
لو سمعنا بس بعض وحتى لو مختلفين ما يبقاش بيننا خلاف، ما كناش هنوصل اللي احنا وصلنا له دلوقتي. فانا بعتذر لريم طبعا ومبسوط انها كانت معانا. انت ضيف. وبالرغم من وقامت زي الاختلاف فلا خلاف. ويعني انا كنت مختلفه مع سعد وهي اختلفت معايا في الاخر. طبعا كان صعب عليا جدا ان انا استفزها، بس انا استفزت خلي تنكه دي، فاهمه؟ لازم نتعلم ان دي احنا ما أطيب قلب. نختلفش ابدا. بشكركم واشوفكم بكره. احمد الاول اعتذر لك، يلا